عشان اتعلم انجلش محتاج ايه؟ اولا محتاجه اقول لنفسي طول الوقت، محتاج اعرف نفسي طول الوقت انه اللي انا اتعلمته كله في المدرسه ما كانش صح، ما كانش مظبوط، واني محتاج اقتنع ان انا محتاج مساعده. زي كده العيان اللي محتاج يقتنع انه محتاج مساعده الدكتور. دي اول بوينت. البوينت الثانيه ان السيلف ستادي صعب ومرهق وطريق طويل، ممكن منه اوصل وممكن ما اوصلش. ثالثا ان السيلف ستادي بيبقى طريق زي الفل وجميل ومش مرهق لو باخد كورس معاه، لان الكورس والسيلف ستادي بيكملوا بعض. الكورس لوحده ملوش اي قيمه، الكورس لوحده من غير سيلف ستادي ملوش اي قيمه، من غير خطه امشي عليها في البيت يكون راسمها لي حد بروفيشنال عارف انا محتاج ايه بالظبط، ملوش اي قيمه. كويس؟ لازم الكورس مع السيلف ستادي، والاثنين بيطلعوا بنتيجه ممتازه ومبهره وفي وقت قصير جدا. في 6 شهور ممكن تنقل مستواك من حته لحته ثانيه تماما، او انت بتمشي على السيلف ستادي كويس، معاك بلان كويسه، ولو انت بتاخد كورس مع حد محترف وعارف هو بيقول لك ايه وعارف انت محتاج ايه والمفروض تبدا منين. طيب ده بالنسبه لابدا ازاي اعمل اختبار تحديد مستوى. لو انا بعرف اعمل اي محادثات بالانجلش حتى لو بعمل محادثات ضعيفه، بعد ما خلصنا اختبار تحديد المستوى بدخل المكان المناسب ليا. طب انا زيرو، انا اصلا مش محتاج تحديد مستوى، ما بعملش محادثات. احنا عندنا نوعين من الزيرو: شخص حافظ كلمات، حافظ جرامر، لما حد يكلمه يفهمه بس ما يعرفش يرد عليه، ده اسمه فولس بيجنر، ده اسمه فولس. التقسيمه دي مش موجوده عند حد في مصر غيرنا، لانه ببساطه ليفل الزيرو اللي عندي انا اللي مكريته بايدي. يعني انا اللي جايبه الماتيريال بتاعته، وانا اللي حاطه الكلمات بتاعته، وانا اللي عامله له الاكزامبلز بتاعته تبعا لاحتياجات الطالب. كويس؟ بس within working خصوصا في اخر 3 سنين بدا يظهر فئه من الناس اللي عايزه تتعلم انجلش، مش الناس اللي احنا نعرفها، مش اللي انا متعوده عليهم بقالي سنين من قبل كده. دول مين بقى؟ دي الناس، في ناس ما كملتش تعليمها اصلا، في ناس ما كانتش كملت تعليمها وما كانتش مهتمه تماما باللغه باي شكل لدرجه انهم ما يعرفوش شكل الحروف. وانا ما ببالغش في الجمله دي والله العظيم، ما يعرفش الحروف بالانجلش، ما يعرفش الالفابت، وده مش عيب فيه، بس طريقه الدراسه بتاعته ما كانتش صح. My colleague in this conference, of course he can, no problem. Welcome. فهو طريقه التعليم بتاعته ما كانتش صح، حد عقده وهو لسه في الكندر جارتن او اول ما دخل. وطي حد عقده وهو لسه في الحضانه او في المدرسه في الكندر جارتن، يبقى فبقى مش عايز يتعلم انجليزي وما عندوش شغف وما عندوش استعداد، واي حد بيجيب له سيره اللغه بياكل مصارينه، مش هيكمل، مش عايز. او حد الناس اللي خارجين الدبلومات، دبلومات الصنايع ودبلومات التجاره، في منهم فئه مش بسيطه ما كانتش مهتمه باللغه، ما يعرفوش عنها حاجه. في ناس بتبقى داخله نحو اميه، فئات كتير قوي. في فئات ما اتعلمتش اصلا، يا دوب بيعرفوا يقروا ويكتبوا بس وظايفهم حطيتهم. ليه يا اسماء؟ مش هرد عليكي ليه خالص يا اسماء والله، اكمل. يعني انا بقول اكتبي كل الاسئله وهخلص البوينتس اللي انا هتكلم فيها بتاعت اللايف، وبعد كده هاخد الاسئله. فانا هجاوبك والله يا اسماء، هرد عليكم كلكم بالتفصيل ممل. حاضر. ففي فئات ناس هم اصلا فاتحين ورش وصنايعيه. انا كان معايا ميكانيكي موتوسيكلات، فتح سوق لنفسه، ربنا كرمه وفتح له سوق لنفسه بره مصر، فبدا يتعامل مع اجانب، فعايز ياخد كورس، عاوز يتعلم انجلش لان الموضوع فارق معاه جدا، لانه وقف له بوينتس، وقف له ديلز هيعملها في شغله. ما هو ده من الاول، ده اللي انا بقوله. فانا بقى عندي 2 من الاول، في واحد عنده معلومات كتير جدا 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 لكن ما بيعرفش يستخدمها في التحدث خالص، ده اسمه فولس بيجنر، ده مبتدئ غير حقيقي. وفي حد ما عندوش معلومات اصلا، هو ما عندوش، مش حافظ ولا كلمه، ما يعرفش حتى كات ودوج، ما يعرفش ان ده حرف السي وده حرف الاي. هو اي على فكره، مش ايه، اي. The first letter in the alphabet is A. انا بتكلم انجلش زي العربي بالظبط، الحمد لله. have a big problem in listening، هقول لك حلها. فده بالنسبه للمبتدئين، فانا قسمتهم عندي ل two beginners، الفولس بيجنر والترو بيجنر. تمام؟ فلو انا زيرو، واحد من دول، يبقى هجوين المكان بتاعي، عملت تحديد مستوى ودخلته على الليفل اللي انا
هشتغل عليه، اخد البلان اللي بنعملها واشتغل على الكورس 6 شهور، وانا اضمن لك ان انت هتطلع حاسس بفرق جامد جدا 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 فوق ما تتخيل. ما حدش يسالني، بس كان امتحان في القواعد. ما هو تعالى بقى للتحدث، يعني روح اتكلم، مش تتكلم اي حاجه. القصه كلها مش ورقه وقلم. ما احنا بناخد، انت بقالك كام سنه احمد؟ انت بقالك كام سنه يا احمد بتاخد انجلش في المدرسه؟ انجلش المدرسه هو الانجلش بتاع كليه التجاره، هو انجلش الجامعه، هو انجلش اي حاجه. ده كله انا بقرا واسمع واكتب واكمل. انا ان شاء الله هتابع مع حضرتك اكمل ان شاء الله. تشرفيني يا نسمه والله، تشرفيني. خلينا بس نكمل كل البوينتس ورا بعض عشان ما انساش حاجه والنبي، عشان انا عندي ذاكره سمكه. ان شاء الله يكون عندك 60 سنه. انا لما بدات اتعلم انجلش كان عندي 29 سنه، ودلوقتي انا عديت 36 الحمد لله. ابدا متاخر، ابدا في اي وقت انت عايزه. المهم ان انت خدت الخطوه وبدات. وكل ما تحط تارجت وهدف جديد في حياتك ده بيديك امل انك تعيش. بتبقى حاسس ان انت مبسوط، حاسس ان في جديد، ان حياتك ما انتهتش. مفيش حد حياته بتنتهي، احنا اللي بننهي حياتنا بايدينا لما بنتخيل ان احنا سننا وشغلنا وحياتنا وقفت عند المرحله معينه. احنا حياتنا ما بتقفش. الراجل صاحب كنتاكي بدأ سلسله المطاعم بتاعته وهو عنده 60 سنه بعد التقاعد، وبقى مليونير، بقى ملياردير اي ثينك كمان، مش مليونير، وهو عنده حاجه و80 83 سنه تقريبا. فيا جماعه خلوا عندكم امل. انا 39 وبنتي 11، طبعا ينفع تتعلموا مع بعض. لو انتوا الاثنين في نفس المستوى اتعلموا سوا. وانا بنصح كل الماميز اللي معايا انهم لو هيبداوا كورسز يبداوا مع اولادهم، يعني هم يبقوا مع الاولاد يا الاولاد يبقوا معاهم، لان ده هيبقى بالنسبه لهم مفيد جدا 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 جدا. لان هم هيذاكروا لاولادهم اللي هم محتاجين ان هم يعرفوه ويشوفوه ويسمعوه. موجود اوف لاين. انا ليا 3 فروع في القاهره، فرع في شبرا الخيمه، وفرع في وسط البلد، وفرع في مدينه نصر. انا حاليا في فرع مدينه نصر، انا عايشه في فرع مدينه نصر. ففي 3 برانشز، وان شاء الله في الخطه الفتره اللي جايه هنفتح فروع ثانيه، فتابعونا. واونلاين متاح لكل حته في العالم مش في مصر بس. انا معايا طلبه من فلسطين ولبنان والعراق، معايا 3 من العراق، ومعايا ناس من الامارات، ومعانا ناس من السعوديه، معانا اخواتكم الاشقاء من كل حته تتخيلوها. خلينا نرجع كده. خلصنا قصه ازاي ابدا ومنين ابدا. حلو. الامريكان والبريتش اكسنت، هل انا لازم انا معايا 8 مدرسين تانيين وكلهم تدريبي وشغلي وشغلهم زي شغلي بالظبط، انا هما واحد، فما تقلقيش يا جماعه. اللي يثق فيا ويقرر يبقى معايا يا ريت يثق فيا من الاول للاخر، يثق في ان انا هقدر اساعده، انا واي حد من التيم بتاعي، واي حد هيدخل تحت ايدي يخصني. لان انا ما بامنش ان يدخل عندي تيتشر كلاس الا وانا عارفه ان انا اللي هبقى واقفه هنا، مش هو هنا. ده عشان البورد في الحته دي، انا قاعده في كلاس اصلا. انا هاخد الاسئله في الاخر، استنوا بقى استنوا. نرجع لبارت الاكسنت، الامريكان والبريتش اكسنت. هل انا مضطر ان انا اتعلم اكسنت عشان ابقى بتكلم انجلش كويس؟ لو سمعت الهنود هتعرف نتيجه السؤال ده. طب مين الناس اللي لازم تتعلم اكسنت كويس؟ اللي هيشتغل تيتشر، اللي هيبقى مترجم فوري وعايز ان يبقى مفهوم ويتعين في وظائف محترمه والدنيا تبقى معاه لطيفه. الوظائف اللي هتحتاج منك اكسنت. طب انا مهندس وبيجي لي تيم من بره مصر واحنا بنتكلم مع بعض وفاهمين بعض زي الفل، مش هيحصل اي حاجه لو قلت له ووتر. على فكره هو هيفهمني وانا هفهمه والدنيا هتبقى جميله. اقول واتر لو انا تيتشر وهعلم طلبه، ما دام انا على مستوى العالم كله، ما دام انا مفهوم الناس فاهماني وانا فاهمهم، مش مهم اتعلم اكسنت. طب هل الاحسن ان انا اتعلم اكسنت ولا مش الاحسن؟ لا، الاحسن ان انت تتعلم اكسنت طبعا. تجربه واحده، تجربه واحده. انا عايزه اقول لك ان كل الناس اللي هنا، ده انت قلت يا حسام، الناس اللي هنا نصهم ان ما كانش كلهم عندهم تجارب زي الزفت واتنصب عليهم 7 8 مرات قبل كده ودخلوا كورسز واتلسعوا واتبهدلوا. انا جالي واحد يا جماعه قعد 10 سنين بياخد كورسات وبدا معايا من زيرو، والله العظيم كان دي جي. كانت حدوته حدوته البني ادم ده، وربنا كرمه الحمد لله وسافر شرم الشيخ، فتح مكان بتاعه هناك زي ما هو كان عايز، وربنا يعمل له كل خير. فيا جماعه نصب. احنا دلوقتي مراكز الكورسز او الناس اللي بتدي كورسات انجلش، حتى لو افراد مش اماكن، مش كورسات، الافراد اللي بيدوا كورسات بيشتغلوا على الموضوع على انه سبوبه بيطلعوا منه قرشين. وده اللي خلى ناس كتير زيكم واقل واحسن مرعوبين من انهم يدخلوا في اي حته يعملوا اي حاجه ايا كانت.
الناس دي لما بتيجي تدخل الكورسز بيبقى عاملين زي اللي اتلسع من الشوربه، بينفخ في اي حاجه ثانيه معديه قدامه. فما تخافوش، خير. اي حد عاوز يجرب محاضره مجانيه عندي يجرب، ما يدفعش فلوس. ادخل محاضره مجانا الاول، غير دي محاضره جوه كلاس اوفلاين في المكان او اونلاين، وانا بتكلم بمنتهى الثقه لان انا عارفه شغلي وعارفه انا بعمل ايه كويس الحمد لله. نرجع لموضوع الامريكان اكسنت. فانا مش شرط اتعلم اكسنت الا لو المكان اللي انا رايحه محتاج اكسنت. طب يستحسن لو انا عندي المقدره النفسيه ان انا اضغط على نفسي شويه واتعلم امريكان اكسنت، ده بالنسبه لي احسن كتير جدا. لان كل ما الاكسنت بتاعتي كانت احسن، كل ما ده بيديني برستيج اقوى قدام الناس. لما حد بيسمعني بتكلم I speak English exactly like native speakers because I spent 6 years from my life that talking English. لما حد بيسمع الاكسنت بتاعتي ويلاقيها حلوه مظبوطه بيتبسط، بيحس انه هيبقى داخل تحت ايد حد بروفيشنال. لو انا قاعده في قاعده فيها اجانب بينبهروا ازاي عربيه مصريه بتقدري تتكلمي انجلش زينا واحسن، احيانا بتكلم بجرامر مظبوط اكتر منهم لانهم اصلا حلوين قوي في الجرامر زينا في العربي كده. يعني المصريين لو اديت لهم امتحان نحو هيروحوا في داهيه، هم برضو كده في الانجليش. الاجانب مش تنانين على فكره. فبيحسوا بحاله انبهار جباره انه في حد مصري عربي قادر انه يتكلم انجليش باكسنت حلوه كده. فبتديني برستيج قدام الناس طبعا، وبتخليني وانا بتكلم ابقى واثقه في نفسي ومبسوطه اكتر طبعا. طب في فرق ما بين الاكسنت وما بين البرونسيشن؟ طبعا. ايه هو الاكسنت وايه هي البرونسيشن؟ الاكسنت هي اختصارات بنعملها في اللغه، لينكينج بنعمله في الكلمات والعبارات عشان نقدر نتكلم اسهل واسرع. زي كده لما نيجي تقول محمد، فين الدال؟ مفيش حد بيكلم حد يقول له يا محمد، ده ما بيحصلش. هم بيعملوا كده في الانجليش، بيعملوا اختصارات تسهل عليهم الكلام، دي الاكسنت. طب البرونسيشن، انا لو قلت لو انا بتكلم قلت كلمه important، ده pronunciation سليم، لكن دي مش accent. important دي American or British accent. اوكي؟ so الاكسنت اختصار. هل انا مجبر اعمل الاختصار؟ لا. يستحسن اتعلمه بس يستحسن ما اغلطش، ابقى عارف الكلمه نطقها الصح من الدكشناري ازاي او من يوجلش. في كده ويب سايت لطيف هكتب لكم اسمه، اسمه يوجلش، ده اختصار ليو انجلش. وممكن ابقى ابعت لكم اسامي الابلكيشنز دي، مش ابلكيشنز، ويب سايتس وابلكيشن الاثنين. هبعت لكم حاجات مفيده قوي على الجروبس بتاعت الواتساب، بس بعد ما نخلص المحاضره، لان انتوا في اكتر من جروب غير بعض. ادخلوا على جروبات الواتساب دي واطلبوا الاسامي، الحاجات اللي مس شيري قالت عليها within the session، اللي مس شيري اتكلمت عنها انها تبعتها لكم، وانا هبعت لكم الاسامي. وممكن لو في وقت ما ابعتلكوش اسامي بس ابعت لكم اللينكات كمان. anyways، فيستحسن اتعلم اكسنت. طب ايه اكتر اصوات واكتر حروف صعبه ومتعبه ولما بنيجي ننطقها بتفرق لما اللي قدامي بيسمعني وانا بتكلم؟ اولهم واهمهم على الاطلاق الاور. وانا ما بتكسفش خالص اوري الناس النطق ازاي. فاللي ما بيتكسفش زي حالاتي وشطور وهو قاعد كده يفتح كاميرا الموبايل الاماميه لو انت بتتكلم من اللابتوب، او كاميرا الموبايل الاماميه بتاعت اي حد سراية تليفون جوزك، عيالك، اي حاجه. لا بلاش جوزك عشان ما يقتلكيش. واعملي اللي انا بعمله دلوقتي ده لسانك وده لسانك. لفه كده وانت بتقول حرف الاور. وانا بقول حرف الار شفايفي بتبقى مقفوله. يعني بقولها ازاي؟ عندي كلمه زي كلمه رايت، ما بقولهاش رايت، بقولها right or wrong great green. But this is or, rolling or. ده الأور. طب اللام الخفيفة بتاعتنا دي عربي. الإنجليش ما فيهوش بلاك. It's black, blue, line. شايفين لساني فين؟
ورا اسناني فوق. L line يبقى كده عندي R و L. التالت حرف ال P. P. شفتوا الخناقة دي؟ هوا كتير. الفويسلس P. P غير البي، وبيفرقوا في نطق كلمات وبيودوا الناس في داهية. يعني أنا مثلا عندي كلمتين زي pen وبان. pen وبان. إيه دول؟ pen وبان. البن والبان الفرق ما بينهم حرف البي. دي كلمة ودي كلمة، زي pear وbear. pear وbear. pear ده نوع فاكهة. البير دب. ما ينفعش ابقى بقيت bear، انا بقيت pear. فكل ما اظبط البي كل ما الانجليش بتاعي يطلع مظبوط اكتر. اخر واحد التي اتشز. التي اتشز موضوعهم كبير قوي. احنا عندنا 2 تي اتش، واحده فويسد والثانيه فويسلس. ذا والثا. بقولهم ازاي؟ بصوا كده هتلاقوني وانا بقولهم في فرق بسيط ما بين سناني ولساني. بصوا انا ما بلزقش سناني في لساني، ما اعملش كده الصوت مش هيطلع. لازم يبقى في فرق سنتي. شايفينه؟ health wealth thin there that those this that. شايفين ان في هواء طالع من الحته اللي في النص دي. وقتها اطلع التي اتش الصح مظبوطين، وده يبقى انجاز ان انا وانا بتكلم اعرف اطلع الصوت ده مظبوط، لانه برضو بيفرق كتير في كلامي. تمام كده زي الفل. فده بالنسبه لاهم اصوات. طبعا عندنا تريكس كتير قوي في الامريكان اكسنت بتوقعنا في الليسننج. اللي كان بيسال على الليسننج والسبيكنج، I want to learn speaking and listening. عشان تتعلم listening كويس حتى لو مش تتكلم اكسنت لازم تتعلم تسمعها. بمعنى لو انا عندي اختصارات كتير قوي في الانجليش زي التي ار، مش اختصارات، اصوات بتطلع اصوات مختلفه. يعني انا ما عنديش تري شجره، مش تري، تري. تي ار تر. تري تري. ما عنديش درايف. I don't drive. It is drive. Drive. I drive my car. It is not car. It's car, as we learned in the letter R. فأنا عندي حاجات كتير قوي 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 محتاجة أقولها وأعملها. الذا في الغالب بتيجي في أول الكلمة، والثا في الغالب بتيجي في آخر الكلمة. لكن رول صريحة أكدب عليك لو قلت لك يا ابني إن إحنا عندنا في ناس بتحط يعني زي اللي بيقول لك الجي بتيجي جه لما بيجي بعديها اي اي وواي. عندنا حروف كتير جدا بتيجي جه وهي بعدها اي عادي زي جه. فرولز في امريكان اكسنت كمتعلم للغه ابعد عنها، لان كل القواعد اللي عندنا ليها شواذ. فريح مخك وخد الكلمه زي ما انت شايفها يا يمنى، زي ما انت شايفاها. والله هيفرق معاكي قوي، هيفرق معاكي نفسيا. لا هو في كتاب، بس الكتاب ده فيه الكلمات باكزامبلز. انا كتيتشر ببقى محتاج ان انا ادرب الطلبه بتوعي على حاجات معينه اطلع منهم فيها بسبيكينج. فانا مطلوب مني يا اميره ان انا ابقى بتكلم الحاجات اللي باخدها. يعني انا دلوقتي مثلا اتعلمت 10 كلمات، انا قاعده جنبك وحفظتك 10 كلمات وشرحت لك 50 قاعده جرامر. اتكلمتيهم؟ لا. طب ما دام ما اتكلمتيهمش، ما دام ما قلتيهمش، ما دام انا ما سمعتهمش منك في سبيتش، يبقى ما لهمش قيمه. انا بديكي في المنحه ماتيريال محدده، ببقى عايزه اطلع من المنحه دي وانا مدرباكي عليها في التحدث. انت طول عمرك بتدرسي من كتب. يا جماعه انا في طالبه بره في البرايفت من ضمن الناس اللي انا ما كملتش معاها في الكورسز، كانت عايزاني بعد كل سيشن اديها 150 سؤال جرامر، عشان هي مقتنعه اقتناع تام انها مش هتتعلم جرامر في حياتها. 150 سؤال ده رقم حقيقي مش جزافه. عايزه 150 سؤال عشان خاطر تقدر
تحل جرامر وتتدرب عليه وانا اجيبهم لها. في معلومات كتير قوي مغلوطه عندنا عن تعلم اللغه. احنا ما بنتعلمش انجلش، احنا بنتكلم انجلش. اللي رافع ايده يكتب، في حد رافع ايده يكتبوا لي في الشات بوكس. ومش معنى ان انا بتكلم انجلش يبقى انا لازم اقعد احفظ. يعني انا بقول للناس اتكلم يا محمد، اكتب لي في الشات بوكس اللي انت عايزه. مش معنى ان انا الماتيريال اللي انا باخدها وانا بتعلمها اكتبها 30 مليون مره عشان ابقى كويس فيها. مش لازم احط لك في الليفل اللي انت بتاخديه 13 قاعده جرامر و17 كورس عشان خاطر 17 كتاب عشان خاطر ابقى بوصلك للي انت عايزاه. مش انت وثقتي فيا يا اميره؟ حاسبيني على النتيجه، حاسبيني بعد ال6 شهور انت بتتكلمي انجلش ولا ما بتتكلميش. بتتكلمي انجلش يبقى وصلنا للهدف، يبقى انت ما تحاسبينيش على اي حاجه ثانيه. انت ليكي مني النتيجه، ليكي مني النتيجه وانا بتحاسب على النتيجه. I can write and understand when I read but I can't speak. لان انت اتدربت طول عمرك، لان انت يا سعاد اتدربتي طول عمرك على الرايتنج بس عمرك ما اتدربتي على السبيكنج. كل اللي انا محتاجه ان انا اتدرب على السبيكنج. انت اللي بنقول عليهم الفولس بيجنرز، مبتدئ غير حقيقي، عنده كلمات، عنده جرامر، بيعرف يكتب ويقرا كويس، بيفهم اللي بيسمعه، لكن he doesn't speak well, he doesn't speak at all. هل الكورس مجاني؟ لا، الكورس مش مجاني، المنحه مجانيه، والمنحه مجانيه بشروط. هحكي لكم بقى حدوته المنحه كلها دلوقتي، بس هطلع للناس اللي فوق لان هنخلي المنحه دي اخر حاجه. بصراحه انا بتكسف لما ابني يسال في حاجه وما اعرفش ارد عليه. ما هو المفروض ان الاب والام قدوه، بس هو مش مفروض ان انت تبقى عارف كل حاجه في الدنيا. هو برضو لازم يبقى عارف ان بابا مش معنى ان هو بابا ان هو يبقى عارف كل الحاجات اللي موجوده في الحياه في القاره. يعني ده مش منطقي، ما حدش كده. الله يبارك لك والله، انت اللي عظمه يا حسين. كل الناس بيضحك عليها عادي، انا بيضحك عليا احيانا مفيش مشكله. عاوزه مراجع كويسه اذاكر منها، مراجع تذاكري منها يا جهاد. ليه تشتغلي يا جهاد؟ لو حابه listening، عاوزه اعرف اسمع ايه بالظبط وانا بشتغل. متوسط الوقت اللي ذاكره قد ايه؟ الوقت في المتوسط. اصعب مستوى في الانجليش المستوى المتوسط. في ناس بتعيش عمرها كله مزنوقه جوه المستوى المتوسط. عليكي وعلى تيد، عليكي وعلى تيد توك. تيد توك يا جهاد، اي حاجه عايزاها ترفع لك مستواكي من انترميديت لادفانس في اقل وقت، في اقل وقت. لازم فين everyone in a meeting. لازم تشتغلي على تيك توك. لازم تشتغلي على تيك توك، لازم. عايزه ترفعي مستواك من انترميديت لادفانس، مفيش غيره. مفيش اي ماتيريال ولا مراجع ولا اي حاجه هتعرف تعملك اللي انت عايزاه. تد بس، لان تد عليه اما تفتحي تد هتفهميه. تمام. معلش في حد تاني؟ ان انا 39 سنه ينفع بنتي؟ احنا 11 سنه مع بعض. انا في المنحه على فكره، انا كبير، انا في تجاره تعليم مدمج. بس ما اعتقدش في حاجه تانيه. اللي بتقول 11 سنه تقدر تبدا منين؟ ابدأي معاها بقنوات يوتيوب بسيطة زي قناة انجلش سينكسينج، زي قناة VOA انجلش سينكسينج اهي. سينكسينج، خدي معاها الحروف بعدين كلمات وبعدين جمل، هتظبطيها ظبطة حلوة جدا، وبعدين هاتيها لي الكورس ده انا ظبطت. المنحة من فترة كده، من حوالي 4 شهور، لقيت ان في فئة من الناس، في ناس اتلسعت لسعة جامدة قوي، مش عايزه تدفع فلوس كورسات بس لسه محتاجه مساعده. وفي ناس وقتها صعب جدا، مش هيقدروا يوفقوا غير محاضره واحده في الاسبوع، وعايزين ليميتد ماتيريال، وعايزين حاضر يا ابعت لنا يا اسماء، مش سما، ابعت لنا يا اسماء على الواتساب جروب. حاضر. عايزين ليميتد تايم للمذاكره، وعايزين ليميتد ماتيريال، حاجات صغيره كده يعرفوا يطلعوا منها بيتكلموا انجليزي. ده اللي كانت اميره بتسال فيه من شويه. حاطه لهم ماتيريال قليله، ببراكتس كتير، برغي كتير، بشغل كتير، بهوم ورك مش كتير، عشان نعرف نطلع من المنحه دي باحسن شكل ممكن. عملناها 6 شهور، محاضره في الاسبوع، المحاضره 3 ساعات، بناخد فيها الزتونه. العامل الاساسي فيها المذاكره في البيت، احنا بنتدرب في السيشن، بس اللي احنا بنعمله في البيت هو اللي بيكمل الموضوع للاخر. كويس. وعملناها تحفيزيه جدا، فقلنا انها بمبلغ تاميني مسترد. يعني ايه؟ يعني انا بدفع رقم كده في البدايه، التزمت بالشروط الحضور،
اخدت مكالمه الثقه، عملت الهوم ورك بتاعي، عملت المطلوب مني كله، هسترد فلوسي في الاخر. ده عشان نقدر نحفز الناس ونتك عليها في انها يبقى عندها دافع تذاكر من اول يوم لاخر يوم، واللي هيلتزم ياخد فلوسه فعلا. مش تهريج يعني، مش هجازف بسمعتي عشان 3 مليون ونص يعني. فبقت المنحه المجانيه لتعلم اللغه الانجليزيه بمبلغ تاميني مسترد. بناخد فيها تي بي for false beginners مش true beginners، اللي هم الناس اللي عارفين كلمات وجرامر ما بيعرفوش يتكلموا. دي المنحه مناسبه للناس دي بس. اللي بيعرف يعمل محادثات ما يدخلش المنحه. اللي مش حافظ الحروف ولا يعرف شكلها ومش حافظ كلمات ما يدخلش المنحه، ما يدخلش اصلا عشان مش مناسبه ليه. المنحه مناسبه للفولس بيجنرز، للناس اللي حافظه كلمات وجرامر وما بتعرفش تعمل محادثات باي شكل كان. بناخد فيها تي بي وليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 وكونفرسيشن 1 وكونفرسيشن 2. بناخد فيها ايديومز، بناخد فريزل فيربس، بناخد جرامر رولز، بناخد ووردز، بناخد فيديوز نتدرب عليها، بناخد شغل على الليسننج، بناخد امريكان اكسنت، بناخد كل الحاجات اللي انا محتاجها عشان تخليني intermediate في الانجليش. هنخرج من المنحه دي واحنا مستوانا محترم، لكن نلتزم بس. حد عنده اي سؤال تاني؟ انا كده قلت كل اللي انا كنت جايه اقوله. احنا قلنا هنتكلم عن الامريكان اكسنت والبريتش اكسنت، قلنا هنتكلم عن المنحه. قلنا حاجه ثانيه؟ ما قلناش حاجه ثانيه. انا مستنيه اهو دقيقتين، ابعتوا لي في الشات بوكس. الشات بوكس يا جماعه. لا 8 سنوات لا، من اول يعني لو احنا معانا طلبه 8 سنوات لو هتدخلي معايا نجوى. يعني لو عندك ولد او بنت وانت هتحضري معاه في المنحه مفيش مشكله، احضري معاه وقتها تبقى مناسبه، احضروا انتوا الاثنين ينفع. لكن 8 سنوات ولوحده لا، لا ما ينفعش، لانه هيبقى محتاج جوه السيشن انه يبقى فيه ناس من سنه غيرك، وجودك هيطمنه. لو هو مع كبار او هي مع كبار، وجوده مع كبار مع ناس غيره في الفئه العمريه مش هيخليه خايف وقلقان. لو هتاخدي معاه ادخلوا مع بعض، احضروا مع بعض، وده هيبقى محفز قوي جدا ليكم انتوا الاثنين انكم تتعلموا سوا. ما هيدخل لوحده لا، يبقى 8 سنوات اطفال طبعا، جروبات اطفال طبعا. في كيف بندفع، كيف بدنا ندفع المبلغ المسترد. واضح ان انت من بره مصر يا حمزه. في عندنا ويسترن يونيون، في عندنا الحساب البنكي، في حاجات كتير قوي. قولي من تاني نظام المنحه لان الانترنت فصل. حاضر. المنحه بتبقى مره في الاسبوع، محاضره 3 ساعات بندرس فيها ليفل تي بي، ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3، كونفرسيشن 1، كونفرسيشن 2. بناخد امريكان اكسنت، بناخد ووردز، بناخد جرامر، بنعمل محادثات. اساسنا في المنحه محادثات. فده نظام المنحه. بس بتعرف تعمل كل اللي حضرتك بتقولي عليه؟ ان شاء الله هكون حاضره معاك. طب خلاص زي الفل. ايه الفرق بين الكورس العادي والمنحه؟ الكورس العادي نصه عليا ونصه عليك. المنحه 40% منها عليا او 30% منها عليا والباقي عليك. فالمنحه بتبقى محتاجه ان طالب شغل اكتر، بس لان احنا بنبقى بناخد مره في الاسبوع. هاو تو باي في حاجات كتير قوي، يعني في فودافون كاش، في عن طريق الفروع، في ويسترن يونيون، في حساب بنك. ان شاء الله هنلتزم. التزمي واستردي المبلغ، انا ما عنديش اي اعتراض. انا مستوايا A2 A2 speaking. You're A2 speaking or just writing and listening and reading. That's the point. بنديك شهاده حضور طبعا، هي ملهاش اي لازمه بس بدي شهاده حضور برضه. يا جماعه بمناسبه الشهادات المعتمده، مفيش حاجه اسمها شهاده في كورس لغه انجليزيه ليها قيمه. الشهاده دي قيمتها تحفيزا، بحفزك، بسخنك، بخليك تبقى عاوز تكمل. عشان لما بتشوف الشهاده وتلاقي اسمك منور عليها كده بتتبسط. My listening is bad too. هبعت لك يا سعاد كورس American accent هيحسن معاكي الليسننج جامد. برضه اطلبيه على الجروب. الشهادات المعتمده التوفل والايلتس، واي حد يقول اي حاجه غير اللي انا بقولها دي ادوا له بالقلم وقولوا له مش شيري هي اللي قالت. فيا جماعه بتلزم في السي في؟ لا لا لا، ما بتلزمش في السي في يا حمزه لو سمحت عشان ما اتخانقش معاك دلوقتي. هات لي، بص بلاش تسالنا انا، اسال الناس اللي اشتغلت قبلك. يعني شوف الناس اللي اتعينوا في وظائف محترمه قبلك واسالهم انتوا حطيتوا سيشن كورس، حطيتوا كورس الانجليش في السي في ولا لا؟ الشهاده يعني هو بيكتب في السي في بتاعه اذا كان هو الليفل بتاعه beginner intermediate advanced like a native speaker semi native، بيكتب هو الليفل بتاعه في الانجليش ايه. لكن ان هو يحط الشهاده، انا عايزه اقول لك انك لو دخلت الاتش ار وانت معاك شهاده معتمده
من ايا كان المكان في الدنيا غير التوفل والايلتس لو شافها انت هتزعل قوي. انا واثقه ان التعلم، يا رب يا رب ربنا يبارك فيك يا رب يا سعاد. كده اسم الكورس اللي ينفع البنت ايه؟ اعتبرها زيرو؟ زيرو طبعا. could you send me listening course؟ اللي عايز listening كورس اللي انا هبعته لسعاد يبعت على جروب الواتساب اللي هو جواه اللي تبعنا، يكتب كل اللي هو عايزه، عايز اللينكات، عايز اي حاجه عايزها، وانا هبعت لكم اللي انتوا عايزينه. اقول لك تاني يا ألسا، المنحه مناسبه لمين؟ المنحه مناسبه للفولس بيجنرز، الناس اللي بتفهم انجلش، اللي حافظه كلمات وحافظه جرامر، واللي بتتكلم معاه بتفهم هو بيقول ايه لكن ما بتعرفش ترد خالص. زيرو سبيكينج، زيرو تحدث فقط. لكن الناس اللي مش حافظه كلمات اصلا، اللي ما تعرفش شكل الحروف، ما تعرفش تنطق الحروف، اوعوا تقربوا من المنحه. الناس اللي بتعرف تعمل محادثات باي شكل يستحسن ما نبداش من المنحه، نعمل تحديد مستوى، الموضوع بسيط. نعمل تحديد مستوى ونعمل اللي انتوا عاوزينه. ارجعوا على الجروب يلا، كل الحاجات الاسئله الباقيه اللي تخص المنحه على الجروب الناس هيجاوبوكوا في كل حاجه. ادخلي لهم يا منال على الجروبس بعد اذنك، ودخلي بقيه التيم على الجروب يقول لهم كل اللي هم عايزينه. اطلبي تحديد مستوى عشان نعرف انت مستواكي ايه. الناس في منال معانا هي بتحط لنا اللينكات اللي على الجروب دي، اللي على الشات بوكس دي تبعي، ما تخافوش، ده لينك جروب الواتساب اللي الناس كلها عليه. فندخل الجروب ونعمل اللي احنا عايزينه. السيشن دي دلوقتي هتنزل من على الكلاود، هاخدها وابعتها لكم على جروبات الواتساب كلها، للناس اللي ما لحقتش تشوفها تقدر تشوفها تاني. اتمنى يكون الوقت كان جميل عليكم والله، وان انا اكون افدتكم، وانا مضطره استاذن بقى. يلا جود باي.